دايما لما بنسمع حد بيتكلم عن أخطر مفترس على وجه الأرض، دايما بنروح للصورة المحفوظة المقررة: القرش الأبيض الكبير وهو بيفترس حد، أو يمكن الجريزلي بير، الدب الأشهب المفترس الفتاك اللي وزنه بيوصل ل 450 كيلو، واللي ضربة واحدة منه كفيلة إنها تقتل بني آدم. أو يمكن الأسد ملك الغابة. كلهم مفترسين على قمة الهرم الغذائي، كل واحد فيهم سيد في المملكة بتاعته. لكن الحقيقة في مخلوق معين كده نجح إنه يتحدى الانقراض اللي قضى على الديناصورات وأتقن فن الصيد على مدار ملايين السنين. مخلوق كل جزء من جسمه مصمم لغرض واحد بس: يفضل على قيد الحياة ويقتل أي حد يجي في وشه. جسمه مدرع ضد الرصاص، وعنده أقوى عضة تم تسجيلها لأي كائن حي بتوصل ل 3700 رطل لكل بوصة مربعة في تماسيح المياه المالحة، وفي بعض التقارير اللي بتقول إنها توصل ل 5000 كمان. وعلشان تستوعبوا الرقم ده قد إيه كبير، فهو أقوى ب7 مرات من عضة القرش الأبيض الكبير. والمذهل هو مش بس قوة العضة، بل التصميم كمان. أسنان سمكة القرش مثلا مسننة علشان تقطع اللحم، أما أسنان التمساح فشكلها مخروطي، مش متصممة علشان تقطع، متصممة علشان تمسك. بمجرد ما الفكين دول بيقفلوا على أي فريسة، احتمالية هروبها بتكون شبه معدومة. وبما إن أسنانه مش بتقطع، فالتمساح بيلجأ لواحدة من أشهر وأعنف أساليب القتل في عالم الحيوان: لفة الموت. بيمسك الفريسة ويلف بجسمه كله في المية بقوة، فيقطع جزء منها على بعضه علشان يبلعه. والعملية دي عند التماسيح غريزية لدرجة إن التماسيح الصغيرة بتقدر تمارسها من أول يوم في حياتها. ولو رفنا لورا في جسم التمساح هنوصل للديل، واللي برضه مش مجرد أداة علشان يوجه نفسه بيها في المية. ديل التمساح البالغ ممكن يحطم رجل إنسان بكل سهولة. عضلات ديله بتسمح له إنه يقفز بشكل رأسي بره المية لمسافة ساعات بتوصل لطول جسمه بالكامل. وعلشان كده التمساح مش محتاج يكون سريع زي الفهد ولا ضخم زي الفيل. تصميمه بيضمن إنه بمجرد ما بيوصل للهدف، المعركة بتكون انتهت. أي مفترس مهما كانت قوته الهجومية لازم برضه يكون عنده دفاعات علشان يفضل على قمة الهرم الغذائي. وفي الحالة دي تقدروا تقولوا إن التمساح حصن متنقل. جلده متغطي بالكامل بحراشف عظمية شغالة كأنها درع واقي. الدرع ده قوي لدرجة إن أغلب المفترسات ما بتقدرش حتى إنها تخترقه بأسنانها. وفي أكتر من حالة موثقة لتماسيح نجت من طلقات نارية من أسلحة صغيرة زي المسدسات أو البنادق العيار 22. ومش بس كده، الدرع ليه وظيفة تانية كمان. الحراشف مصممة بطريقة بتتعامل مع المية بشكل مذهل. لما التمساح بيتحرك، الحراشف دي بتخلق تيارات مضادة صغيرة بتلغي أي تموجات أو اضطرابات في سطح المية. والنتيجة مخلوق مفترس عملاق طوله بيوصل أحيانا ل6 أمتار بيتحرك في المية كأنه شبح. بل إن حتى عينيه، واللي تعتبر نقطة ضعفه، هي كمان محمية بشكل مزدوج. التمساح عنده جفن تالت شفاف اسمه الغشاء الرفي بيحميه وهو بيسبح تحت المية. يعني سبحان الله، سلاح هجومي فتاك مغلف بدرع شبه منيع وعنده تقنية إخفاء جوه المية. القدرات المرعبة للتمساح بتمتد لجوه جسمه كمان. معدته هي الأكثر حموضة في أي كائن فقاري على الإطلاق. حمض المعدة عنده قوي لدرجة إنه بيقدر يدوب العظام والقرون والحوافر بالكامل. ده غير إنه بيقدر يتحكم في مسار الدم في جسمه. لما بيكون بياكل بيوجه كمية كبيرة من الدم الغني بثاني أكسيد الكربون للمعدة، وده بيزود قوة وحدية الحمض، واللي بيضمن له هضم سريع لأي حاجة بيبلعها. ده غير بقى قدرته على مقاومة الأمراض الفتاكة. جسم التمساح مقاوم للجمرة الخبيثة والكوليرا وحتى الأقوى مادة سامة على وجه الأرض، سم البوتولينيوم. بل إن دمه حتى يعتبر سلاح. دمه فيه خصائص مضادة للبكتيريا قوية جدا بتقدر تقضي على العدوى زي السالمونيلا والمكورات العنقودية وغيرهم. وفي بعض الأبحاث مؤخرا كشفت عن مقاومته للسرطان كمان. وفوق كل ده، الحراشف العظمية اللي بتشتغل كدرع وأداة تمويه تحت المية ليها وظيفة تانية كمان. لما التمساح بيفضل تحت المية فترة طويلة، حمض اللاكتيك بيتراكم في العضلات بتاعته، وهنا المعادن اللي موجودة في الحراشف بتدوب بشكل بسيط، ولما تدوب بتطلق ايونات الكربونات والبايكربونات واللي بتعادل الحمض ده وترفع درجة البي اتش في دمه. ده بيسمح له انه يفضل تحت المية لفترات اطول بكتير من اي مخلوق تاني. زي ما كلنا عارفين، اكبر عدو لاي مخلوق هو الوقت، التقدم في السن، الحاجة المستمرة للاكل، تغير الفصول. لكن التمساح بقى ليه وضع خاص. التمساح عنده حاجة اسمها عملية السكون، واللي هي زي البيات الشتوي كده للزواحف، واللي بتسمح له انه يخفض معدل الايض بتاعه لأدنى مستوى ويعيش في حالة شبه الثبات، اللي منها بيقدر التمساح انه ينجو من الشتل في البحيرات المتجمدة. حتى كل اللي بيحتاجه يعمله انه يطلع مناخيره بس فوق السطح علشان يتنفس. والايد البطيء ده برضه هو سر قدرته الخارقة على الصيام. التمساح البالغ بيقدر يعيش سنتين كاملين من غير ما ياكل لقمة واحدة، وده معناه
إنه بيقدر يستنى أي فترة جفاف أو ندرة من غير ما يتأثر. ده غير كمان إنه عنده حاجة اسمها الشيخوخة الضائلة، واللي معناها إنه مش بيكبر زي ما باقي الحيوانات بتكبر، بل إنه بيفضل ينمو طول حياته وقوته مش بتقل مع مرور الزمن. وعلشان كده سهل جدا تقابل تمساح عمره فوق ال100 سنة. وحاليا في تمساح لسه عايش من سنة 1900 ميلادية، وغالبا القدرة دي هي اللي سمحت ليه إنه ينجو من الانقراض الكارثي اللي قضى على الديناصورات وقتها. ببساطة كده، لما العالم كله كان بينهار حواليهم، دخلوا في وضع حفظ الطاقة زي ما بنعمل للتليفون كده، واستنوا لحد ما الكارثة خلصت. من المفارقات العجيبة بقى إن مفترس مائي زي التمساح نظره تحت المية يكون متوسط الجودة، وفي المية العكرة أو في الضلمة نظره بيكون مش شغال تقريبا. لكن ربنا سبحانه وتعالى عوض له النقص ده بقدرة حسية خارقة بتحول جسمه كله لجهاز رادار. جلد التمساح وخصوصا المنطقة اللي حوالين الفم متغطي بنقط سوداء اسمها أعضاء الحس الجلدية أو الأيسوز، ودول كل نقطة منهم بتكون متوصلة بمجموعة من النهايات العصبية الحساسة لأي لمسة أو أي ضغط. وعلشان كده التمساح لما بيكون مستني في المية من غير حركة، هو فعليا بيكون مشغل جهاز الرصد، مستني أي هزة أو تموج مهما كان صغير، واللي فورا بيقدر يحدد مصدره بكل دقة. وعلشان نقدر نحدد مين هو أخطر مفترس، محتاجين نعرف مين اللي بيخاف منه. ولما نيجي بقى نتكلم عن التمساح، فهنلاقي إن التمساح عامل حالة من القلق كده عند كل المفترسات تقريبا. لما أسد أو نمر بيهاجموا إنسان، غالبا السبب بيكون إن الأسد ده كبير في السن أو مصاب ومش قادر يصطاد فريسته الطبيعية، يعني مش قادر يجري ورا غزالة ويفرهد نفسه. أما التمساح بقى ما بيفرقش، بيمارس أسوأ أنواع المساواة مع الكل، غزالة، جاموسة، إنسان، كله فريسة محتمنة. بل إن حتى الفهود، أسرع حيوانات على الأرض، مش بتكون سريعة كفاية لو دخلت في منطقة صيد التماسيح. والأسود، ملوك السافانا، مجرد بس ما بيقربوا ناحية المية كل هيبتهم بتروح في الأرض. والصراع اللي بيدور بين الأسود والتماسيح على الجثث عند ضفات الأنهار معروف ومتصور في مئات الفيديوهات. والأخطر من كده إن التماسيح بتهاجم الأسماك لو شافتها، وفي حالات كتير موثقة إن تماسيح مياه مالحة بتفترس أسماك قرش تور، لدرجة إن في اعتقاد عند الباحثين إن أسماك القرش بتتجنب المناطق اللي فيها تماسيح بالكلية. وعلشان كده التمساح واقف على قمة الهرم الغذائي بدون أي منافس حقيقي في البيئة بتاعته، سواء في المية أو على الأرض. ذكاء التمساح وقدرته الجسدية بتترجم لاستراتيجية صيد بتعتمد على الصبر والتخديع، استراتيجية بتاعت قتل متسلسل محترف. وعلشان كده في مناطق كتير في أفريقيا وأستراليا، السكان المحليين عندهم تحذير مشهور وصارم: إياك تروح تجيب مية من نفس المكان مرتين، ومن التأكيد ما تمشيش من نفس الطريق. والسبب في المقولة المشهورة دي إن التماسيح عندها ذاكرة قوية وبتقدر تحفظ الأنماط والروتين، فلو لاحظ إن في حيوان أو إنسان بيجي لنفس المكان على النهر كل يوم، هيبدأ يراقبه ويدرس تحركاته. في اليوم الأول يلاحظ، في اليوم الثاني يحلل النمط، في اليوم الثالث أو الرابع ينسب كمين. وبكده ما يضيعش طاقته في أي مطاردات طويلة أو فرهدة، بيستثمر وقته في المراقبة والتخطيط، وبيستنى اللحظة اللي الفريسة فيها تكون مشتتا أو في أضعف حالاتها علشان يضرب ضربته الوحيدة والمميتة. نتيجة لكل اللي قلناه، فالتمساح هو أكتر حيوان مفترس كبير بيقتل البشر على وجه الأرض، وبفرق شاسع عن أي حيوان تاني كمان. الإحصائيات بتقول إن التماسيح وخصوصا تمساح النيل وتمساح المياه المالحة مسؤولين عن 1000 حالة قتل موثقة سنويا، والباحثين بيقولوا إن الرقم أكبر من كده بكتير كمان، ممكن يوصل ل4 أو 5000، لأن كتير من الحوادث اللي بتحصل في المناطق النائية مش بيتبلغ عنها أصلا. لما نيجي نقارن ده بقى بأسماك القرش، هنلاقي إن أسماك القرش بتقتل من 5 ل 6 أشخاص في السنة. والأخطر إنه مش بيهاجم البشر كنوع من أنواع الدفاع عن النفس أو بالغلط مثلا زي ما بيحصل مع حيوانات كتير، لأ، في معظم الحالات بيهاجم البشر كفريسة جعان وبيدور على أكل، وده بيخليه ليه واحد من المفترسات القليلة فضل على وجه الأرض اللي بتشوف الإنسان كجزء من قائمة الطعام بتاعته. وقصة جوستاف هي التجسيد الواقعي لقوة وخطورة التمساح. جوستاف هو تمساح نيل عايش في بروندي، التقديرات بتقول إن طوله حوالي 6 أمتار ووزنه أكتر من 900 كيلو، يعني داخل على طن تقريبا. لكن شهرته مش بسبب طوله ولا حجمه، بسبب سجله الدموي. الباحثين بيعتقدوا إن جوستاف لوحده مسؤول عن قتل 300 إنسان، والشهود بيقولوا إنه كان بيقتل الضحايا ويسيب الجثث بتاعتهم ويمشي، يعني مش بيصطاد علشان ياكل. وعلى مدار السنين كل محاولات صيده أو قتله فشلت فشل ذريع، والمحاولات دي ظاهرة على جسمه في صورة طلقات نارية كتير، لكن الدرع العظمي بتاعه كان بيحميه. وحتى محاولة اصطياده بالأفخاخ العملاقة كان أذكى منه إنه يقع فيها، علشان يتحول جوستاف لأسطورة شبح بيطارد ضفاف نهر الرصازي. وآخر مرة اتشاف فيها كانت سنة 2008، ومن ساعتها محدش يعرف مصيره. وفي تقارير غير مؤكدة إنه مات خلاص، لكن بما إنه اتولد في فترة الخمسينات ففي احتمال صغير إنه يكون لسه عايش. بس كده، لو عجبك الفيديو
ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. سلام.